هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 2 من يونيو. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برامجنا بمناسبة أعياد استقلال المجيد يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحوار الذي أجراه مع الأستاذ صلاح عبد الرحمن عجل، وهو معلم سابق في إريتريا ويتناول معه مخرجات العملية التعليمية بعد التحرير. قبل ذلك مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مصر تنتقد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بخصوص بناء سدود على نهر النيل. توقع وصول وفد محققي الادعاء إلى السودان للتحقيق في انتهاكات في دارفور. الرئيس الأمريكي يعد بمواجهة حاسمة مع نظيره الروسي حول انتهاكات حقوق الإنسان. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نقل موقع بوابة أفريقيا المتخصص في الشؤون الأفريقية عن مسؤول مصري رفيع انتقادات بلاده لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي نية بلاده إنشاء 100 سد في مناطق مختلفة من إثيوبيا. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية أن هذا التصريح يكشف مجددا سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهارا داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها كما قال. وأضاف حافظ بحسب ما ذكر موقع صحيفة الشروق المصري أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها وفي مقدمتها دول المصب. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف والذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا أيضا احترام حقوق الدول الأخرى المشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد قال أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة، في وقت تعيش علاقات بلاده مع مصر والسودان توترا على خلفية سد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق. قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بأنه من المتوقع أن يصل وفدا من محققي الادعاء في وقت قريب إلى الخرطوم للتحقيق في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد. واجتمعت بنسودا مع والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي وقادة الولاية مؤكدة وجوب تقديم الجناة إلى المحاكمة. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد وصلت في زيارة إلى السودان للمطالبة بالإسراع في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وكان علي كوشيب أحد المتهمين الرئيسيين في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور قد مثل أمام القضاء للاستماع إلى مرافعة الادعاء في التهم المرفوعة ضده، والتي بلغت حوالي 31 تهمة مختلفة. الجدير بالذكر بأن قوائم المطلوبين في السودان تضم الرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق. قال الرئيس الأمريكي بأنه سينقل رسالة واضحة وحاسمة للرئيس الروسي بعدم قبول الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. وقال الرئيس بايدن أثناء مخاطبته جنود أمريكان سابقين: سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف وسأقول له بوضوح أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق. وسيلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الروسي في 16 من يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية في مرحلة من التوتر الحاد بين الولايات المتحدة وروسيا. وعلى
عكس الرئيس السابق دونالد ترامب والذي اتهم بالتساهل مع روسيا، يبدي الرئيس الحالي تشددا واضحا في علاقاته مع موسكو، وقد ينعكس ذلك على مخرجات القمة المشتركة بين الزعيمين، والتي تعتبر من الأحداث المهمة على صعيد العلاقات الدولية، لأنها تأتي منفصلة وليس ضمن اللقاءات الجانبية للمناسبات الدبلوماسية الكبرى مثل قمة الدول العشرين أو افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه إذاعة إرنا. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مصر تنتقد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي نية بلاده بناء سدود على النيل. توقع وصول وفد محققي الادعاء إلى السودان للتحقيق في انتهاكات دارفور. الرئيس الأمريكي يعد بمواجهة حاسمة مع نظيره الروسي حول انتهاكات حقوق الإنسان. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة إرينا الدولية في باريس. أنا أحمد شريف، وبصحبة زملائي في الهندسة والإخراج الأستاذ فتحي عثمان وبنيام سمعون، نحييكم مرة ثانية في هذه الأيام، أيام ذكرى الاستقلال، في الذكرى 30 للاستقلال والتحرير. ونحن في إذاعة إرينا الدولية نحرص هذه الأيام نلتقي بالشخصيات والمواطنين حتى ما يعني نستمع إلى قراءتهم في ذكرى الاستقلال كلما أطل شهر مايو. معنا اليوم الأستاذ صلاح عبد الرحمن عجيل، وهو أستاذ معلم سابق في إريتريا وناشط سياسي مقيم في أستراليا وفي مدينة بيرث في غرب أستراليا. أستاذ صلاح، كل عام وأنت بخير. مرحبا بك في إذاعة إرينا الدولية من باريس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأنت بخير أستاذ أحمد. شكرا لك، وأشكر إذاعة إرينا الدولية على إتاحتها لي هذه الفرصة حتى أعبر عن رأيي تجاه وطن الحبيب إريتريا. شكرا لك. الله يخليك. أستاذ صلاح، طبعا يعني في ذكرى الاستقلال لا بد من الوقوف والحديث عن كيف نقرأ هذا الاستقلال، وما هي التحديات، وكيف ضاع المشروع الوطني إذا صحت العبارة، وما هي الحقوق التي يعني كيف سلبت تلك المجموعة الحقوق، حقوق المواطنة، حقوق العيش داخل الوطن، حق العمل والتحرك، التعليم والتعلم، وحق الاعتقاد والعبادة، وحق حتى التزاوج والتكاثر والانفتاح على العالم والتنافس والتدافع السياسي، وكمية من الحقوق. أستاذ صلاح، باعتبارك كنت معلم في إريتريا، واحدة من الحقوق اللي تعمد هذا النظام والمجموعة أنه تسلبه هي حق العلم والتعلم والتعليم. أستاذ صلاح، كده إذا داير نفتح هذا الملف ونتحدث فيه وعلاقتك بالتعليم والتعلم، كده خدت المستمع الكريم في الصورة كده. طيب أستاذ أحمد، أشكرك مجددا، وأشكر المستمع الكريم عبر هذه النافذة، وأقول للشعب الإريتري كل سنة وأنت طيب. فبالنسبة عشان أجاوب على سؤالك، أولا دعني أتحدث أو على شيء مهم جدا، وهو طبعا حديثنا اليوم وعلى حسب فهمي هو تقييم التعلم والتعليم في المرحلة ما بعد الاستقلال في إريتريا، إن صح لي التعبير. مظبوط. وأنا لا أرى في ذلك حرج ما دمنا نتحدث ما بعد 24 مايو وليس اليوم ذاتها اللي هي 24 مايو، ولكن الكثيرين من الإريتريين والذين يريدون أن ينالوا من هذا اليوم التاريخي يتحدثون عن 24 مايو وكأن هذه اليوم التي
بدأ فيها استعباد الشعب الأريتري، ومع كل احترامي لحريتهم أن يعبروا كما شاءوا أنا أختلف معهم جملة وتفصيلا إن لم اعتبرهم أعداء للشعب الأريتري وتاريخه ومكتسباته. هذه اليوم هي يوم نال فيه الشعب الأريتري استقلال دولته وحرر فيه أرضه من جحافل الاستعمار الأثيوبي، وبدأ فيه مشواره بتحرير الإنسان أو لتحرير الإنسان الأريتري، وها نحن في ذات المشوار سائرون أستاذ أحمد. أما بالنسبة للإجابة على سؤالك، طبعا الاستقلال بالنسبة لي يعني شيء واحد ربما ألخصه في كلمة. لو أديتني اختيار وقلت لي يا صلاح أنت متى تختار أن تكون يوم ميلادك، والله وأنا أقولها من كل جد لأخترت يوم 24 من مايو. هذا اليوم الذي كنت أسمى ما قبله بالإثيوبي سميت فيه كأريتري، اللاجئ أحيانا. بالنسبة لي اللاجئ أحيانا أنا واجهتني وأنا كنت طفل. أحيانا كان بيسألوني في السودان ويقول لك أنت جنسك شنو؟ السودانيين طبعا هذه حكومة يعرفوننا بإثيوبيين، فأنا كل مرة أقول لهم أريتريين، ويقول لي أنت تقصد إثيوبي، فأنا أقول لهم مصر، أقول لهم أريتريين. فهذا السؤال بالنسبة لي كان مزعج جدا. فالاستقلال بالنسبة لي يعتبر هويتي، أنا صلاح عبد الرحمن أريتري الجنسية، فهذا بالنسبة لي أغلى شيء ما أملكه، ولا يمكن أن نساوم بهذه اليوم. ولكن التقييم مهم، هو خلينا نقيم ما الذي حصل ما بعد هذا الاستقلال. الحريات كلها زي ما ذكرت أستاذ أحمد كلها مكبوتة، وليس الشعب الأريتري اليوم أسير وسجين في بلده الذي دفع فيه ثمن من الغالي والنفيس. وهذا إن دل يدل على أن الشعب الأريتري لن ينال حتى العيش في بلده الذي تربى فيه والذي اتولد فيه. لذلك نحن أمام واقعة لن يشاهدها العالم من قبل. يعني شعب ناضل 30 سنة انتصر على عدوه، وفي النهاية ينتهي به المطاف إلى ما هو عليه اليوم. وبالنسبة مثلا لو نظرنا إلى ما هو التعليم والتعلم، دور التعليم والتعلم في أريتريا وما الذي حصل بعد الاستقلال، ربما لو رجعت إلى الخلف حتى مثلا نكون مثلا نتكلم في سياق التعليم في الأزمنة الاستعمارية اللي كانت موجودة في أريتريا. فلو بدينا مثلا نقول في زمن المصريين كانت هناك مدارس خاصة في المنخفضات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية في مصر وخاصة الأزهر الشريف. ثم بعد ذلك جاء الطليان حيث نفذوا سياسات التمييز في المؤسسات التعليمية وسمحوا للإريتريين دراسة ال4 سنين الأولى، وكانوا يدرسون أبنائهم طبعا في أحسن المدارس، وذلك كان في أريتريا. وبعدها جاء الإنجليز وعدلوا سياسة الطليان حيث أدخلوا اللغة العربية والتجرينية لفترة ما أو حتى المرحلة الثانية عشر زي ما نقول، رغم أنهم استمروا في سياسة التمييز حيث خصصوا المدارس التي يدرسون فيها أبنائهم حتى لا يكون فيها من الأريتريين يعني. فكان التمييز كان موجود رغم أنه كان في انفتاح في التعليم وسمحوا اللغتين العربية والتجرينية عشان الناس تدرس بها في أريتريا. بعد ذلك انتقلنا إلى الاستعمار الأثيوبي، ورغم كل مرارة الاستعمار الأثيوبي إلا أنه غير اسم المؤسسة التعليمية العليا الوحيدة آنذاك من سانتا فاميليا إلى جامعة أسمرة، وذلك كان في عام 1964 حيث بدأت تدرس فيه مواد أكاديمية بدرجة الدبلوم بداية، ثم بعد ذلك بدأت البكالوريوس وعدد الطلبة برضو بدأ يزايد.
من المئات الى الالوف زي ما نقول ممكن. وبعد ذاك برضو فتحوا كليات وفروع والى اخره. طيب ما الذي حصل بعد الاستقلال؟ في بدايه ايام التحرير بدا التعليم يتحسن نوعا ما بعدما، ولكن لن يستمر هذا التحسن سوى لفتره بسيطه، وقد انتهج النظام على سياسه التعليم بلغه الام، وهذه السياسه باتت فاشله لان ما لقى تجاوب من المكونات التي كانت تتحدث اللغة التي كان النظام يجبرهم عشان يدرسوا بها. لذلك كان البرنامج بتاع تدريس لغة الأم بالنسبة للسياسة التعليمية في إريتريا كارثة زي ما نقول. بعد ذاك عندك المعلم الإريتري برضو فقد احترامه ومكانته الاجتماعية بسبب الخدمة النظامية، حيث لم تتحسن أوضاعه المعيشية بسبب انخفاض الرواتب. وخليني أحكي لك قصة حصلت فيني في ساوة. أنا كنت معلم في ساوة. تفضل. من الجماعة اللي بدأوا أول دفعة معلمين في مدرسة وارساي يكالو، ده كان في سنة 2003 تقريبا. فبعد ما خلصنا الجامعة نزلنا في ساوة وأخذنا كده شوية تدريب. بعد ذلك قال لنا أنت حتكون معلمين. أنا كنت معلم. لا قبليها أستاذ صلاح كنت اشتغلت في التعليم؟ نعم اشتغلت. طبعا يعني الإنسان الجامعي لما يخلص الجامعة يعني يمشي يشتغل سنة في التدريس. فأنا كنت اشتغلت. أنت خريج وين أبو صلاح؟ خريج جامعة أسمرة. خريج جامعة سنة كم؟ سنة 2002. التخصص كان شنو؟ التخصص كان في العلوم اللي هو الأحياء. بعد ذاك برضه هنا جيت برضه عملت بكالوريوس في جميل. علم الوراثة والى اخره. على العموم فانا كنت معلم يعني. طبعا المعلمين عندهم يونيفورم زي ما يقولوا، كان عندهم زي يلبسوه لما يكونوا هم موجودين في العمل يعني. كويس. فيوم كده نحن موجودين الصباح كده قمت ومشينا الكافيه عشان نفطر. ده في ساوة؟ ده في ساوة ايوه. كويس. ده في ساوة. ولقيت نفسي يعني اخذت كوبايه شاي وكوبايه الشاي يعني لقيت نفسي اتكبت يعني. شاهين بانن؟ شاهين بانن يعني اللي هي من شاهين بانن. فالقميص حقي كان شويه ما كان هنا، فغسلته فما قدرت البسه. فخلاص قلت انا اخلي القميص لما ينشف اجي البسه، وقلت امشي الكلاس يعني. كويس. وانا ماشي عندهم طبعا حاجه اسمها AMP هناك في المعسكر، يعني يشوف الناس اللي يلبس يونيفورم، التزامات بتاعت المعسكر يعني. فالمعلم لما يكون ما لابس اليونيفورم حقه اجازه يقول له ارقد وكده، ويخلوه كده يدخلوه في طين وفي تراب وكده. للمعلم ولا للطالب؟ للمعلم وللطالب يعني سواء. ما هو النظام عسكري هو هناك ما يميز. اليوم دي انا سبحان الله كان عندي الحصه الاولى وانا قاعد اقول، لانه لو غبت برضه حيكون مشكله يعني، فيها سين وجيم، وربما ممكن تمشي تنسجن يومين ثلاثه يعني. فقلت احسن اليوم لو لقوني انا اكون يعني حظي كعب. فمشيت وعلى حسب حظي كان كعب فعلا. قدام الفصل حقي لقيت الناس اللي MP. فقال لي انت وين انت ليه ما لابس يعني؟ قلت له والله حسن انا حاولت، قلت له انا حس عندي حصه، فبدل ما افوت الحصه انا جيت ادرس يعني. قال لي بقبل يعني. طوالي مباشره امام الطلبه. ايوه امام الطلبه يعني. فطوالي ما طبعا لازم تعمل الحكايه دي. وانت اتخيل ترقد في الوطاء والتراب قدام الطلبه يعني. تخيل العامل النفسي اللي يحصل فيك، الانهزام اللي يحصل فيك رقم واحد بالنسبة لي وبالنسبة للطالب أيضا. يعني إذا كنت أنا مثلا خريج جامعة وإنسان معلم ويتم التعامل معي بهذا الشكل، هذا لا يؤدي الطالب ممكن ربما يقول لماذا أنا في هذا الفصل يعني، ما أشوف لي شغل ثاني يعني. فهمت علي؟ فدي طبعا من ضمن سياسات النظام. طيب كده بعد ما قلت بط يعني، المهم يعني ارضا يعني وزحفت
كده أيوة. واصل لنا كان شنو العقاب؟ ايوه طبعا، يعني يخليك بط يقول لك، فبعد ذاك يقول لك يعني لازم يعني ايش اقول له تنكوالل، يعني ايش هو اه تنكوالل بالعربي ما بعرف يعني. كده عندك ليه معنى صح. الدردق ايوه. الدردق يعني، ايوه فيقول لك الدردق لغايه ما انت تشبه التراب، وانت تكون خلاص واحد، يعني ما تكون عندك فرق. بعدها وبعديها استاذ صلاح بعديها دخلت الحصه طبعا مجبور، وانت مغطى بالتراب. وانا مغطى بالتراب، والاولاد يعني الطلبه مش قادرين يشوفوني صراحه، يعني انكسفوا. وبعد ذاك انا ذاته صراحه بقيت لما اشوف الفصل واجي يعني بقيت ما ارتاح نفسيا، يعني اثر علي نفسيا طبعا طبعا. و... يعني ما في انسان تشتكي له، حتى انا لو قلت كده ربما تكون خطر علي يعني. فبس بلعتها، وزي ما يقولوا لازم اشد حيلي. ومررت هذا السمستر وانا تعبان، يعني يوم يكون عندي الفصل ده انا من الصباح اكون تعبان مرهق، يعني نفسياتي تكون مش كويسه يعني. حصل استاذ صلاح يعني واحد من الطلبه كده جلس معاك ويقول لك هارد لك يا استاذ، نحن طبعا نعرف وكده، طبعا. حصل كده بينك وبين طلبه؟ ايوه انا متخيل ايوه هكذا يعني. ايوه حصل كثير والله. يعني بالله. الطلبه مباشره ما يقدر يقولوا هم في الفصل، لكن يوم تاني يعني في ونحن برا في مكان شاي وكده بنتلاقى يعني. امم يقول لك والله، يقول لك يا اخي سوري استاذ، انت يقول لك يعني خليك سترونج، خليك شديد، يعني ما تتاثر وكده يعني. بالله. فالطلبه ما اولاد ناس يعني، ما نعم نعم نعم. اولادهم يعني نفس الشعب، هو ذاته قاعد يدفع الثمن. فهم ذاته بالنسبه لهم انا ذاته ما يعني لما اشوف حالتهم، يعني حالتهم كانت أسوأ صراحة يعني. يعني علاقتي بهم كانت كويسة قبل الهناية، بعد ذاك بقوا هم ذاته يتكسفوا، زي ما تقول يعني حصل كده. ايش نعم اقول نعم. لك، اهتزاز يعني. اهتزاز يعني. ايوه، لانه المعلم لما مكانته تنزل امام الطلبه، يعني عمليه تربويه، انت استاذ يعني عارفها اكثر مننا، ولذلك ده خروج عن كل معايير التربيه والتعليم والتوجيه، يعني عمليه غريبه. هذه إذاعة إرنا. طيب نعم. في شواهد ثانيه استاذ صلاح جيل، لا زلتم مستمعينا الاعزاء في إرنا الدوليه، وهذا البرنامج الخاص ضمن سلسله البرامج اللي بنكرسها للوقوف في الذكرى 30 لعيد الاستقلال، ونربطها بالواقع المرير الذي تعيشه إريتريا وذكرى الاستقلال، ودي مفارقة بحد ذاتها. والمتحدث هو الأستاذ صلاح عجيل من أستراليا في مدينة بيرث. تفضل أستاذنا. فالعوامل دي كلها يعني عندها هدف، يعني مش هي ساكت. فالهدف هو انه يخلي هذا الشاب ده يعني يدوك انت، يخلوك مثال انه التعليم ده ولا يشوى شيء، انت مش شيء امامهم يعني. فزرع الرعب في الشباب، زرع الرعب في الاجيال، هذا هو يعني في النهايه الرساله اللي هم عاوزين يصل اليها يعني. فانت تفقد الثقه في نفسك وتفقد الثقه فيما حواليك. والشاب اذا كان مثلا انت تعلمت وما عملت في مجالك وتكون محترم من المجتمع اللي موجود فيه انت، يعني ثقتك مهزوزه. اذا كان هو يعني انتجت الشاب ثقته مهزوزه، هذا الشاب ما يقدر يقاومك ولا يقدر ياخذ حقه. يعني انت زي ما قاعد تشوف حس الظواهر اللي قاعد تحصل، يعني شباب يعني 100 شاب يعني يختطفوهم نفرين ثلاثه. هل مثلا لو عكسنا هذه المساله في الاجيال بتاعت الستينات كان يحصل؟ ما اظنه. انا اقول ربما كان حيلقى واحد يعني، ولا حتى لو ما لقى مثلا اثنين ثلاثه، كان حيلقى واحد يتجرأ وياخذ خطوه. فدي كلها يعني كسر الشاب، كسر قوته، كسر عزيمته، كسر ثقته بنفسه. المردود منه ده هو. زيد أستاذ على ذلك، صلاح. نعم تفضل. زيد على ذلك المعلم في حد ذاته يخش مجال التعليم احيانا هربا من التجنيد، يعني عشان بس يكون موجود مثلا في مدن
يكون موجود مثلا بين اهله وبين اصدقائه وكده. فحتى بعض المعلمين المجالات بتاعت مثلا انت تذكر تي تي اي، يعني ياخذوا الطلبه في تي تي اي ديل برضو، يعني تلقاهم مش هم مؤهلين بس يخشوا عشان بس يعني واحد ما يمشي خدمه ويكون موجود في دفاعات يعني. فدي كلها ادت الى تدهور التعليم في اريتريا. الكادر الاداري في حد ذاته، معظم الاداريين في التعليم في جهاز التعليم هم قدام المناضلين، يعني مش نقول ما يستاهلوا هذا الشغل ولا هذه الوظيفه، ولكن التعليم شيء مش سهل. نعم، هو يحتاج علم وتخصص. نعم، يحتاج لتخصص، يحتاج لكفاءات. انت حتتعامل مع عقول بتاعت بشر، فما ممكن انت يعني واحد بس عشان انت كنت جندي وتكون بطل في المعارك يجيبوك في مجال بتاع التعليم وتكون مدير ولا تكون مثلا اداري، ما بتسير يعني. فده برضو كان من ضمن الامور اللي دهورت التعليم. نعم أستاذ صلاح، لو سمحت لي، يعني ما عندنا إحصائية كاملة الآن، ولكن عموما يعني من خلال اللقاءات أنا اللي كنت بعملها، لأنه كنت بعد برنامج اسمه آفاق تربوية في صوت الجماهير الإريترية القسم العربي. يعني معظم المعلمين مدراء المدارس الثانوية والوسطى اللي كنت بتحرك في إطاره، سواء كان في أسمرة أو في غيره، يعني معظمهم يعني أكثر من فوق 60% المدراء اللي كانوا كفاءات وعندهم خبرة بتاعت سنوات طويلة، في واحدين امتدادا من فترة هيلة سلاسي، يعني ديل الخبراء تربويين كبار تم تغييرهم بمقاتلين، وأحيانا ذاته حتى في العمر ما هناي ولا مؤهلين، وما يعني وكثير منهم لما ادوهم مهام انه يرأسوا رئيس ممهر زي ما بيقولوا، يرأسوا مدرسة ثانوية وبتاع، في واحدين كانوا يتصرفوا كالمجانين يعني، وفي واحدين كان يهمسوا لنا يقول لنا انا خدتوني في حتة ما حقي، يعني انا ما اعرف اعمل شنو يعني. نعم. ولذلك التخبط في التعليم كان هدفه مقصود، ليس في على نطاق المناهج وغيره حدث ولا حرج طبعا، حتى على مستوى. أستاذ صلاح، طيب سؤال يطرح نفسه. يعني أنا شخصيا ما وقفت على أنه ربط المرحلة الثانوية أو امتحان الشهادة الثانوية بالخدمة العسكرية أو بالمؤسسة العسكرية، هذه سابقة أنا ما بعرف، ما شفتها في التاريخ مثيل لها إلا في إريتريا. تتخيل يعني برأيك ما الهدف من ربط الامتحان الشهادة الثانوية بالمؤسسة العسكرية، ولا نسميها الخدمة الوطنية لأنه ليست خدمة ولا وطنية، هي سخرة لحاجة اسمها المؤسسة العسكرية؟ الربط التفسير الفلسفي والتربوي والتعليمي والسياسي لربط هذه المسألة برأيك يعني كيف تقرأه؟ يعني الإنسان لو ما مشى سوا ما حيمتحن للشهادة الثانوية، والحالة النفسية اللي بيكون فيها. معليش أنا طولت في السؤال. نعم لا جميل جدا. أيوة، أنا بشوف أستاذ أحمد، يعني أيام كنت طالب يعني الحمد لله أنا امتحنت وأنا من البيت، لأنه ما كان بدو التدريس في ساوا. نعم. فربما ممكن تجربتي بتختلف في هذا المجال، لكن طبعا الناس اللي كان يمتحنوا في زمننا كانوا بياخذوهم اللي هم اللي ما يجيبوا نتيجه، يعني باس مارك، كان بينزلوا سوا يمشوا يعني. لكن بعد ذاك طبعا بدوا كل الناس تمشي سوا. فانا في النهايه يعني السبب هو يعني يقول مثلا نحن عاوزين الاولاد ديل يكونوا موجودين في المعسكر اندر كنترول، تعمل لهم برين ووش، غسيل دماغ، تأخذ ثقتهم. يعني في ساوا انت لو مكست في ساوا يعني 6 شهور ما تقدر تأخذ قرار، يعني ممكن تنتزع الثقة من نفسك. فممكن تقول انا حتى لو دار تمشي حمام احيانا، ممكن ربما بدون مبالغة ممكن تقول يا اخي انا عاوز امشي حمام، رغم انه انت موجود في بيتك. فلهذه الدرجة تخضع للأوامر العسكرية. ايوه، يخضع. هذا الطالب لازم يخضع للأوامر العسكرية، لازم نفذ أي كلام. فهم يأخذ منهم في هذه الفترة ثقتهم بنفسهم، ويزرعوا فيهم عامل الخوف.
عامل الخوف، ويخلوه ذاته هو الطالب ده كإنسان ما يسوى شيء، أنه أنت يعني زول اللي بيعلمك ده بيوريك أنه أنت ولا تسوي شيء، تعليمك ده ولا حيسوي شيء. ففي النهاية هو لما تشوفه يعني ضرب الشاب وضرب قوته وعزيمته هو يعني ويتم هناك. يعني كل ما الشباب دول لما تسألهم يعني وين قاعد تنتزع الثقة منهم، في ساوة تنتزع منك الثقة، انت تكون ما تملك ولا شيء، يعني كلك ماشي بأوامر. فلازم يعمل هذا. يعني اذا كان مثلا الطالب ده لو خليته حريته، لو خليته على يمارس حياته، نعم، في النهايه انت ما حتتحكم عليه. فده عامل للتحكم هو. نعم، نعم. ومن ناحيه طبعا هو دار يلهي العالم، يقول والله دول مش موجودين قاعدين يدرسوا، حسوا جاي بالسبب. يعني هي خلطة هي مسألتين. خلطه، هي نعم، يعني نعم. يلهي العالم، يقول لهم خلطة جهنمية، خلطة خلطه خطيرة شيطانية. جهنميه. نعم، نعم. نعم. فيغش العالم، يقول له هذه مدرسة هي، رغم ان هي ما مدرسة ولا فيها مواصفات بتاعت مدرسة ولا فيها يعني الطالب، بالنسبة للطالب الحرية أهم شيء. إذا صحيح. كان انتزعت منه الحرية هذا الطالب مش حينفع يعني. الحرية في مع الانضباط يعني. مع ومعروف انت الانضباط. تضبطه بالمناهج، تضبطه بالنتائج، تضبطه بالتربية والتعليم وكده، لكن لا تضبطه عسكريا. انتبه والى الامام وانبطاح وما الى ذلك. يعني انت تخش الفصل وانت في الصف، يعني زي ما يقولوا، انت يقول لك انتبه، يقول لك اتحرك في الصف، يعني ما تطلع. لو طلعت من الصف الطالب يعني ياخذ عقاب يعني. انت عليه. فهكذا يعني. ولانه انت عارف استاذ صلاح، يعني الطالب في الثانويه هو ما على اعتاب الجامعه، وفي الجامعه تتفتق ده الشيء الطبيعي يعني. تتفتق افكاره السياسيه ورؤاه نعم. وتطلعاته وكده، فيكسر منهم هذا التطلع هذا تطلع ويدخل بس الانسان. نعم، حاجه على خطيره فعلا فعلا. ايوه ذكرت جامعه اسمره. فالانسان استاذ احمد يعني، وهذا ظاهر يعني. لما انت تشوف الشباب الاريتري اليوم، شوف الشباب الاريتريين اللي انا بيواجهوا بشوف كتار من الشباب، يعني واحد تلقاه حتى خريج كليه من الكليات اللي قاعد يقول عليها كلياتها الان، يعني واحد تلقاه استماره ما يقدر يملأ. فهذا يوضح انه مش في تعليم يعني. صح. فجامعة أسمرة بأيامها كانت جامعة، أنا أتذكر لما امتحنا في جامعة أسمرة يعني كنا 11,000، فكان تأخذ طبعا يعني تقريبا 1% ولا 2%، يعني كانت يعني أماكن محدودة كانت. صح. لكن نوعا ما في بدايتها كانت كويسة، بعدين لكن غيروا شعارها ونظام الأساسي نعم. الذي كان ينص على أنها مؤسسة أكاديمية مستقلة، وبعد ذلك تم استبدال الميثاق حق ذاته بميثاق ثاني، والرئيس بقى تشانسلر حقه وبقت رعيته، وبعد ذاك في عام 2003 خلاص قفلها يعني. نعم، نعم. فده ما حصل في في كل الازمنه الاستعماريه يعني. لا حصل في زمن هيلي سلاسي الذي نراه كالشيطان، ولا حصل في منقسته هيلي مريم. لا زالت كانت نعم. موجوده هذه المؤسسه. طيب بصراحه هسه في نحن ختام هذا رجعنا اللقاء. الى نقطه نعم. الصفر. يا مع الاسف الشديد، عفوا على المقاطعه. أستاذ صلاح، هذا واقع مرير طبعا وتاريخ أسود، ولكن للأسف أنه لا زال هذا التاريخ مستمر، وخطورته أنه هو مستمر حتى الآن. تفتكر أنه يعني كده برضو نحن لابد نقدم رؤى وتطلعات كيف ننتشل التعليم والتعلم على الأقل، يعني بالنسبة للناس الموجودين برا والناس اللي في الداخل، يعني كده مسلنا في أذن الناس السياسيين والناشطين وغيرهم، انه يا جماعه التعليم ده دار له برضه تضحيات اخرى يعني. نعم استاذ احمد، يعني المشكله في الشاب الاريتري، وانا واحد منهم طبعا كنت واحد منهم. الان لا خلاص زلت شاب. نعم. هرمنا يا اخي. ما مشكله. لما هو يجي يعني وراه مسؤوليات كثيره استاذ احمد، فما يركز في التعليم. يعني اللي يركزوا في التعليم هم ناس اقليه جدا.
تلقاه عنده مسؤولية بتاعت أهله، تلقاه واحد أخوه موجود في ليبيا، أخته في معسكر في إثيوبيا ولا في السودان. شعب مشتت، فالشعب فيه مسؤوليات كثيرة لا من يجي في الغرب، حتى ما قادر ينتهز هذه الفرصة. فأنا أقول لكل السياسيين خاصة الموجودين في الغرب، الشعب يعني كتار من الشباب عشان يعني الناس ما قاعدين يدوهم النصائح، قاعدين يضيعوا صراحة، ما عارفين ذاته هو يعني دور التعليم ده شنو وفائدته شنو. إنسان يعني عشان واحد يقول لك خشيت الجامعة وجيت وعندي شهادة بتاعت كلية وما عارف إيش، تقول له حلل الكلام ده، ما يقدر يحلل، ما في critical thinking، إيش اسمه العربي ما بعرف، لكن يعني الشاب تحليل النقدي، أيوة. التحليل النقدي ما عنده كريتيكال، التحليل النقدي حقه ما موجود. وده ينضج في المؤسسات التعليمية العليا، في الجامعات، البحوث بتجيب الكلام ده، الاطلاع في انسايكلوبيديا، في موسوعات ثقافية هذه ما بنيت. فهذا الشاب معرفته صراحة هشة هي. فأنا أقول يعني خاصة في قوانا السياسية المفروض وناشطيننا المفروض يعوا لهذه المسألة ويفهموا هذا الشاب أنه منزوع الثقة، ثقته منزوعة وفرصته يعني أخذوها منه. فلذلك أنا بشوف أنه يخط لهم برنامج بتاعت على الأقل ريهابليتيشن. أنا بشوف صراحة الناس اللي كانوا في ساوي يحتاج ريهابليتيشن يعني عشان يكون إنسان سوي، يعني تفكيره مش صح. يعني أنا واحد من الناس كنت صراحة، أنا لو أحكي لك حسي يقول كنت بحلم أحيانا، تحلم بأشياء أنت تكون موجود في إريتريا هارب، يعني ما أعرف إيش يجاروك، هذه كلها عاوزة لها هنا كونسلينج. أنا بشوف برنامج بتاع كونسلينج بعد ذاك المفروض يأطروهم في مشاريع بتاع التعليم، مشاريع بتاعت مدارس فنية، حتى يكونوا لنفسهم بعد ذاك يكونوا لمجتمعهم. يا سلام عليك. شكرا لك أستاذ صلاح عبد الرحمن عجيل، الناشط السياسي والمعلم السابق. تحدث إليكم أعزائي المستمعين من مدينة بيرث في غرب أستراليا، ونحن نتحدث عن برامج عن ذكرى الاستقلال في الذكرى 30، وتحدثنا عن التعليم والتعلم وكيف استهدفت تلك المجموعة هذا العقل والمعرفة والتنوير. أشكرك سيد الكريم، على أمل اللقاء بك إن شاء الله في برامج ومناسبات قادمة. مع الشكر الجزيل أخ صلاح إنك أنت يعني تفضلت بالحديث إلى مستمعيك عبر إرنا الدولية، وإن شاء الله يعني ربنا يحقق الأماني والأحلام. كنت معكم محدثكم أحمد شريف، سيداتي سادتي، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون والفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس. تحياتنا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل نهاية فقرة برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مصر تنتقد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي نية بلاده بناء سدود على النيل. نقل موقع بوابة أفريقيا المتخصص في الشؤون الأفريقية عن مسؤول مصري انتقادات مصر لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي نية بلاده إنشاء 100 سد في مختلف أنحاء البلاد. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن هذا التصريح يكشف مجددا سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهارا داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها. كما قال توقع وصول وفد محققي للادعاء إلى السودان للتحقيق في انتهاكات دارفور. قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بأنه من المتوقع أن يصل وفدا من محققي الادعاء في وقت قريب إلى الخرطوم للتحقيق في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد.
الرئيس الأمريكي يعد بمواجهة حاسمة مع نظيره الروسي حول انتهاكات حقوق الإنسان. قال الرئيس الأمريكي بأنه سينقل رسالة واضحة وحاسمة للرئيس الروسي بعدم قبول الولايات المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. وقال الرئيس بايدن أثناء مخاطبته جنود أمريكان سابقين: سألتقي بالرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف وسأقول له بوضوح أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي في 16 من يونيو الجاري في مدينة جنيف السويسرية. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام وكالعادة مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في برامج أخرى لإذاعة إرنا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحيات محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.